وبيبدأ فيلمنا بدان بطل حكايتنا وهو واقف يبيع عربية العميل جاي يشتري من المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبيكون محترف جدا في إقناعه للعملاء، وده لأنه بيستخدم أسلوب ذكي جدا وهو الضغط على العميل نفسيا بأنه يا يشتري يا هيرجع ندمان بعد كده. وفي طريقه للبيت بنلاحظ إن علاقته بالجيران كويسة جدا وإن كلهم بيحبوه، وده لأنه كل ما يمشي خطوتين واحد شكل يقف يسلم عليه. أما في البيت بنتعرف على نينا بنته وبنعرف إن علاقتها بيه هو ووالدتها مش أحسن حاجة، وده لأنها عايزة تسافر تدرس في المدينة اللي حبيبها عايش فيها وهم رافضين. المهم إننا بنتعرف على كايل أخوها واللي هو كمان علاقته بيهم مش أحسن حاجة، وده لأن والده منعه من ألعاب الفيديو اللي هو أصلاً مهووس بيها. اليوم ده بيبقى عيد جواز والده ووالدته وبيكونوا عايزينه يقعد بمكس أخوه الصغير لحد ما يخرجوا ويرجعوا، لكنه بيرفض بحجة إنه رايح يذاكر مع سمير صاحبه، وبيدبس نينا إنها تقعد هي مع فاكس. وفي الآخر بيطلع مش رايح يذاكر ولا حاجة، وبيطلع إنه بيأجر الكمبيوتر بتاع سمير يلعب عليه. بنعرف كمان إنه ماهر جدا في اللعب ومشهور بين الشباب اللي بيحبوا النوع ده من الألعاب. وفي الوقت ده بقى والده ووالدته بيروحوا سوا للملاهي، وده لأن أول ميعاد خرجوا فيه كان هناك. ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن جوليا مرات دان عايزة تسافر برا مع العيلة، لكن دان كل مرة بيرفض وبيتحجج بمدارس ودراسة الأولاد. المهم إنهم بعد ما بيقضوا يوم لطيف مع بعض وبيجوا علشان يمشي، حبيب جوليا القديم بيصورهم سوا، ولما دان بيقوله يمسح الصور بيقف يرخم عليه ويتمادى لدرجة إنه بيطلق عليه العصير، وبيقوله إنه واحد جبان زيه ما يستاهلش يكون مع جوليا. ولأن دان ملوش في المشاكل والكلام ده بيتجاهل اللي حصل وبياخد جوليا وبيمشي علشان الموضوع ما يكبرش. وجوليا بتكون ملاحظة زعله فبتقوله ما يهتمش وإنه في نظرها عمره ما كان جبان. تاني يوم وهي في تمارين الملاكمة بتاعتها بتتعرف على واحدة اسمها ليلى. من كلامهم مع بعض بتعرف جوليا إن ليلى دي بتشتغل شغلانة فيها سفر كتير وكل يوم في دولة شكل، فبتحكي لها عن دان جوزها وقد إيه هي نفسها تسافر وهو رافض لأنه متعلق بالبيت، وبتسرح كده في الكلام معاها لدرجة إنها بتحكي لها عن ولادها هم كمان. في الوقت ده بيجي اتصال لليلى بإن عندها سفرية دلوقتي، فبتستأذن منها علشان تمشي وبتديلها رقمها وبتقول لها لو قدرت تغير رأي دان بخصوص السفر هتظبط لهم كل حاجة. بالنسبة لدان بقى في الوقت ده بيكون مع ماكس ابنه في السوبر ماركت وبياخد باله إن في شخص بيراقبه، فبيعمل مش واخد باله لحد ما الشخص ده بيحاول يهاجمه، فبيسبقه وبيهاجمه هو الأول وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما بيكسروا السوبر ماركت على بعض. وبيتغلب دان على الشخص ده وبياخد ابنه وبيرجع البيت سريع سريع يجمع حاجته هو وأولاده، وفي مكان سري تحت السلالم بيطلع شنطة فيها أسلحة وفلوس وبياخدها هي كمان. بعدها بيتصل على صديق ليه وبيطلب منه يجهز له جوازات سفر مزيفة لأولاده في أسرع وقت. ومن كلامهم سوا بنعرف إن دان كان قاتل مأجور بيشتغل في القوات الخاصة لحساب الحكومة، فبعد اللي حصل في السوبر ماركت ده عرف إن في حد من العصابات اللي كان ليه مشاكل معاهم زمان بيطردوه. المهم إن في الوقت الحالي بيطلع على الجريدة اللي نينا بنته بتشتغل فيها، وهناك بيكتشف إن الهانم أصلاً سايبة الشغل من 3 شهور، ولما بيرشي زميلتها ب$100 بتعرفوا المكان اللي هي فيه حالياً، فبيروح يجيبها وبيكون هيعدي على كايل في مدرسته، فبتقوله إنه هربان وقاعد بيلعب عند سمير. طبعاً بيروح يهزقه وبعدها بياخدهم هما الاتنين وبيطلع على شغل جوليا، وهناك بعد محاولات كتير إنه يقنعها بإنه عامل لها مفاجأة وهيسافروا حالاً زي ما كانت بتتمنى. في البداية بتكون رافضة لأنها مش مستعدة وكل حاجة جت فجأة، لكنه بيفضل يزن عليها لحد ما بتقتنع. في الطريق بقى بيلاحظ إن في عربية ماشية وراهم، وهنا بيفهم إن في جهاز تتبع في العربية. بيدخل البنزينة وبيمثل إنه هيغير زيت وبيخلع جهاز التتبع ده وبيركبه في عربية شخص تاني، وبيقدر بعد كده يفلسع مع عيلته. ولما بيلاحظ إن جوليا والولاد قاعدين يتصوروا ويشيروا صورهم على السوشيال ميديا بياخد تليفوناتهم ومعاهم كمان تليفونه وبيرميهم من العربية.
بحجة إنهم طالعين في رحلة، فعايزهم يقووا علاقتهم ببعض، مش كل واحد يعيش في عالم لوحده مع تليفون. في الوقت ده بقى بنشوف زعيم العصابة اللي بيدور عليه وهو بيفتش بيته، وبيطلب من رجالته يقلبوله الدنيا فوق لتحت ويجيبوهوله هو وكل أفراد عيلته، وبيكون شكله كده مش ناويلهم على خير. ولأن دان وعيلته مسافرين بري باستخدام العربية، بينزلوا يرتاحوا في نزل في الطريق. وهناك بنوتة اسمها إلي بتشوف كايل وبتعرف إنه اللاعب المشهور قوي على السوشيال ميديا، فبتقف تتكلم معاه على إنها واحدة من معجبينه. بينما والده في الوقت ده بيكون واقف في الحمام بيتدرب على ازاي هيقول لجوليا مراته حقيقة انهم مش هيرجعوا لمدينتهم مرة تانية، وانهم هيستقروا في المدينة اللي مسافرينها دلوقتي علشان في عصابة بيطاردوه. وقبل ما يقول لها ده بيعرف بخصوص الصورة اللي إلي خدتها مع كايل وانها هتنشرها على صفحتها، فبيخاف لحسن العصابة يوصلوا لمكانه عن طريق الصورة دي، وبيتحجج لعيلته بان النزل ده ما فيهوش اماكن فاضية وهيضطروا يكملوا السفر دلوقتي. وبيكملوا طريقهم فعلا، لكن العصابة بيقدروا يوصلوا لهم برضه. ولحسن الحظ إن جوليا والولاد بيكونوا نايمين أصلا ومش دريانين بحاجة من التعب، فبيخلص دان على اللي بيطاردوه واحد ورا التاني من غير ما هم يحسوا بحاجة. بعدها بيقف يستريح في مدينة تانية، ولما بيصحوا تاني يوم في العربية وبتعرف نينا إن دي المدينة اللي كانت عايزة تدخل فيها الجامعة، بتقعد تتحايل عليه هو ووالدتها يروحوا ياخدوا جولة في الجامعة بما إنها يعني جامعة أحلامها. بتكون والدتها رافضة في البداية علشان فاكراها عايزة تروح علشان تقابل حبيبها لأنه بيدرس في نفس الجامعة دي، لكن لما بتفضل تزن عليها بتستسلم، وبيقضوا كلهم في الجامعة وقت لطيف مع بعض. وبتستعيد جوليا ذكريات شبابها، وبنعرف من كلام نينا وكايل إن أهلهم مش حابين الشاب اللي نينا مرتبطة بيه لأنه بيعاملها بشكل مش لطيف ودايما بيقلل منها، فهم شايفين إنها تستاهل حد أحسن منه. المهم إن اليوم ما ينفعش يعدي بالسهولة دي. العصابة بيعرفوا بوجودهم في الجامعة وبيشوف واحد منهم دان وبيهاجموه، ومع إن الشخص ده بيكون قوي جدا إلا إن باستخدام دان لمهاراته الاحترافية في الدفاع عن النفس واللي محدش من أهله يعرف عنها حاجة، بيقدر يخلص عليه من غير ما حد ياخد باله. ولما بيعرف من نينا إنها قفشت حبيبها بيخونها مع زميلته، بيقولها تفكها من الزعل وتروح تاخد حقها علشان ما تندمش بعدين. وبيعلمها حركة معينة من حركات الدفاع عن النفس باستخدامها بتكسر لحبيبها ده دراعه وبتخليه واقف زي الكتكوت المبلول قدام البنت اللي خانها معاها. بعدها هي وعيلتها بيكملوا سفريتهم وبيفضلوا يسافروا من مدينة لمدينة لحد ما بيقفوا يستريحوا في فندق. وبتقرر نينا تتخطى حبيبها اللي طلعت متخزوقة فيه ده وتركز بقى على دراستها اللي كانت سايباها من ورا أهلها. تاني يوم لما والدها بيتكلم مع كايل عن ليه خبى عليه حوار انه مشهور جدا في ألعاب الفيديو، بيقوله ان ده لانه كان عارف انه وقتها هيشد عليه اكتر، وبعد ما كان سمح له يلعب في ايام الاجازة هيبقى لا اجازة ولا غيره. ولما بيقوله ان ده كان بهدف انه عايزه يكون شخص اجتماعي ويكون صداقات، بيقوله وهو برضه فشل في انه يعمل كده، وفي النهاية بيحلوا سوء التفاهم اللي بينهم وبيروحوا سوا يلعبوا ألعاب الفيديو اللي كايل بيلعبها بس في الواقع. وبتنتهي المباراة بفوز دان، وده بيخلي كايل مصدوم ومبسوط في نفس الوقت لأنه طول عمره فاكر إن والده شخص جبان ملوش في القتال والحاجات دي، وده لأنه طبعا ما يعرفش إنه كان قاتل اسمه مسمع في كل حتة قبل كده. المهم إن بعد كده هو وباقي العيلة بيكملوا السفر لحد ما بيوصلوا للمدينة اللي كانوا مسافرينها، وهناك بيقعدوا في جناح في واحدة من أكبر فنادق المدينة. وأول ما هو وإخواته ووالدتهم بيشوفوا الجناح ده بينبهروا من جماله، بينما دان بيفلسع منهم وبيروح يقابل واحد صاحبه كان طلب منهم يزور لهم جوازات سفر عشان ناوي ياخد مراته والأولاد ويسافر لدولة تانية. ولما صاحبه ده بيسأله لو عرفهم بحقيقته، بيقوله إنه لسه هيقول لجوليا على العشاء النهاردة، وبيروح يعدي عليها علشان يخرجوا سوا. وقبل ما بيخرجوا من الجناح بيأكد على الولاد محدش منهم يطلع بره، لكن طبعا محدش بيسمع الكلام. في المطعم بقى اللي هو وجوليا
بيتعشوا فيه بتتفاجئ بإنه بيعرف يتكلم أكتر من لغة، وهنا هو بيستغل الفرصة وبيقرر يعرفها هويته الحقيقية، لكنها ما بتديلوش الفرصة إنه يتكلم وبتفتح مواضيع مختلفة. وعند كايل ونينا بياخدوا فاكس وبيطلعوا على نادي مجمع لاعبين ألعاب الفيديو. هناك بقى بيتعرفوا على شاب اسمه ويلر وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. في الوقت ده والدهم بيرن على رقم الجناح علشان يطمن عليهم، فلما مش بيلاقي رد بيقلق وبياخد جوليا وبيرجعوا. وهناك لما بيوصلوا بتفتكر جوليا ان الولاد نايمين، وده لانهم بيكونوا حاطين المخدات على السراير ومغطينها، فبيطمنوا بان كل حاجة تمام. في نفس اللحظة دي بقى بيحصل هجوم على الجناح وبياخدها واحد من العصابة كرهينة، لكن دان بيقدر ينقذها بعد ما بيخلص عليه. وهنا هي بتعرف حقيقته، ولما بيحاول يعتذر لها جوليا بترفض انها تسمعه. اول بقى ما بيعرفوا ان الولاد في النادي بيروحوا ياخدوهم علشان يمشوا قبل ما حد تاني يهاجمهم، وهنا بنلاحظ ان في حد بيراقبهم لكن ما بياخدوش بالهم. ولما دان بيحكي لولاده عن انه قاتل مأجور والعصابات اللي كان بيشتغل لحسابها بيطاردوه، بيضحكوا وبيقولوا له انهم ممكن يصدقوا اي حاجة الا ده، لان عمرهم ما شافوا حد اجبن منه. وفي اللحظة دي الشخص اللي كان بيراقبهم بيضرب عليهم رصاص، فبيتقاتل دان معاه وبياخدهم ويهربوا، وطبعا هنا بيتأكدوا انه كلامه صح. في الوقت ده هو بيعرفهم ان بعد ما والدته توفت دخل الجيش وهو عنده 18 سنة علشان يخلص من والده لانه كان شخص عنيف. وبعد ما خلص فترة الجيش قائد القوات الخاصة خلاه ينضم للقوات بتاعته. في البداية شغلهم كان قانوني وكانوا بيخلصوا على القتلة والمجرمين من كبار الشخصيات اللي الشرطة مش قادرة تمسكهم، مش قادرة تمسك عليهم حاجة. لكن مع الوقت القائد بدأ يطمع ويخليهم يشتغلوا زي المرتزقة بالظبط لحساب اللي يدفع أكتر. ومن هنا اتحولت الفرقة من قوات خاصة لعصابة، فهرب منهم وقرر يبدأ بداية جديدة ويكون عيلة ويعيش حياة طبيعية. وطبعا جوليا والولاد بيتصدموا من الكلام ده وما بيكونوش مصدقين انهم كانوا متغفلين السنين دي كلها. وبتشد جوليا معاه في الكلام وبتقوله انها تاني يوم هتاخد الولاد وهتمشي ومش عايزة تشوفه مرة تانية. وبتروح تتصل بليلي اللي كانت اتعرفت عليها قبل كده في نادي الملاكمة لما ادت لها رقمها، وقالت لها تتواصل معاها لما تحب تسافر، وبتطلب منها تساعدها هي والولاد يسافروا للولايات المتحدة بكرة باستخدام طيارتها الخاصة. وليلي بتعمل كده فعلا. وفي الطيارة تاني يوم قبل ما تتحرك بتتكلم مع جوليا عن إن حبيبها زمان اتخلى عنها وراح اتجوز واحدة مختلفة عنها تماما وعاش معاها حياة سعيدة وسابها هي تعاني. فتقربت بقى من مراته وصاحبتها وخلتها تثق فيها علشان تقدر تنتقم منه. هنا بقى جوليا بيجيلها لحظة إدراك بإن هي ودان المقصودين بالكلام ده، فبتقلق وبتكون هتاخد الولاد وتنزل من الطيارة، فبتتفاجئ بمارك القائد اللي دان قال لها عليه في وشها. في الوقت ده مارك بيتصل بدان وبيعرفوا ان هي والولاد معاه، ولو عايزهم ما يتأذوش يجي يقابله لوحده في مكان معين. طبعا بيروح له، وهنا احنا وجوليا وولاده بناخد الصدمة، وده بقى لان مارك بيطلع والده، وبيطلع ان والده ده اصلا كان جبره ينضم لفرقة القوات بتاعته، يعني دان ما كانش قاتل بإرادته وعلشان كده هرب. وبيكون والده عايزه يرجع يشتغل معاه من تاني، فبيساومه بعيلته وبيقوله انه مش هيأذيهم وهيرجعهم لبيتهم من تاني، لكن بشرط انه يقطع علاقته بيهم ويسافر معاه لبريطانيا. ولان دان ما قداموش حل تاني علشان يقدر ينقذ عيلته بيوافق. لكن ولاده بيقرروا انهم ما يتخلوش عنه بعد ما عرفوا انه كان مجبر يكون قاتل، فبيقعدوا يزنوا على والدتهم وهم ماشيين علشان ينقذوه لحد ما بتوافق. واول حاجة بتعملها هو انها بتخلص على مساعد مارك اللي كان بعته يوصلهم للمطار. وفي الوقت ده لما ليلي بتحاول تتقرب من دان بيستغل الفرصة ان والده نزل للمبنى من تحت وبيغفلها، وبحركة كده في رقبتها بيخليها تفقد الوعي. ولما بيعرف ان والده عرف بخصوص ان جوليا والولاد هربوا وطالع هو ورجالته، بيقول لهم يطلعوا يستخبوا على السطح لحد ما هو يتصرف، وبيعرفهم ان بعد ما يخرجوا من هنا هيسافروا على كندا
ده ويبدأوا حياة جديدة. سريع كده بيودعهم وبينزل يقتل في رجالة بابا، وده بمساعدة كايل اللي بيدلوا على مكانهم عن طريق طيارة صغيرة فيها كاميرا مراقبة بيتابع منها اللي بيحصل من بعيد لبعيد. وبعد معركة شرسة بين دان ورجالة والده بيقدر يتغلب عليهم. وفي الوقت ده ليلي بتفوق، وأول حاجة بتعملها هو إنها بتطلع تتقاتل مع جوليا في الوقت اللي الولاد بيكونوا فيه مستخبين تحت ترابيزة في المكان. ولما نينا بتلاقي إن والدتها خلاص مش قادرة على ليلي دي بتخرج وبتحاول تزقها من فوق المبنى، لكن للأسف ما بتعرفش، وبتكون ليلي هتزقها هي واخواتها ووالدتهم، لكن والدتهم بتقاوم الألم وبتقوم تتقاتل معاها من تاني لحد ما بتخلص عليها. ولما بينزلوا ونينا بتلاقي جدها هيخلص على والدها بتفضل تستعطفه بإن بلاش يعمل كده ويكونوا عيلة أحسن. في الوقت ده هي كانت بتغفله علشان والدها يستغل الفرصة ويهاجمه، وده فعلا اللي بيحصل. وبينجح دان في إنه يخلص عليه، وبعد 6 شهور بنعرف إنهم عايشين حياة سعيدة مع بعض. ودان ساب كل واحد يعمل اللي هو حب، حتى كايل سابه يتعمق في موضوع ألعاب الفيديو. وبكده تكون نهاية ملخص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش بقى تقولولنا رأيكم في الكومنتات وترشحوا لنا نلخص لكم فيلم ايه المرة الجاية.